السلام عليكم. ازيكم؟ خش في الموضوع على طول. ريفيو ايس كريم فرايداي بس بالبطيخ. طلعوه جديد من فتره قريبه جدا، لقيته قلنا لازم نجيبه ونجربه مع بعض. يلا بينا. هو ده. بصوا، طبعا هو عمل كده مني انا، مش بصراحه يعني مني، من عندي يعني. يلا ندوق. ريحته بطيخ جدا. ريحته بطيخ قوي. هو مش ريحته بطيخ، هو ريحته المصاص اللي بتعمل بطيخ. اللي باين بطعم بطيخ. ماشي. فظيع. كريمي جدا يعني، مش زي الايس كريم العادي. ايوه، لا غير كده، مش اللي هو ميه بتلج يعني، فاهمين قصدي؟ لا كريمي بس بنكهه البطيخ. في منه اخضر واحمر، يعني زي البطيخ، بس هما مرسوم عليه. بس مش عارفه، ممكن كانوا عاملينه مثلا وضاع، مش عارفه، اللي هو النقط بتاعه البطيخ يعني. ايوه هي دي مش عارفه بقى. البذور. مش ايوه النقط. البذور. مش البذور عارفه. مش النقط. عايزين بقى ندور الاخضر. بص، هما تقريبا كانوا عاملينه يعني. دول الاول. ياخد كام من 10؟ انا اللي هقول. امم ده كده عشان بحب البطيخ. خطير. فكر يطلع من اول الصيف، مش فاهمه يعني ما ايه المنطق يعني. بصوا على فكره، هم حاولوا يعني، هم عاملين بس ضاع بقى. بصوا. ايوه اهو. امم ايوه شفته. يعني هم عاملين زي الرسمه فعلا اللي هم راسمينها على الكيس، بس تقريبا بقى من التخزين بقى عند السوبر ماركت. فاهمين؟ الحاجات بتبقى فوق بعضها كده، وطبعا الاولاد بتقعد تلخبط الاكياس وبتاع، فممكن يكون الرسمه ضاعت يعني، عشان ما نظلمهمش. بس هو طعما يا جماعه حلو قوي وكريمي قوي. فرايداي بصراحه شركه، يعني شركه محترمه. انا عاوزه اسالك سؤال. هي البذور بتتاكل؟ البذور اللي في لا، الايس كريم. ما هي مش بذور، هو ممكن يكون شوكولاته بس كده، مش بذور. هيحطوا بذور ليه؟ هو بطيخ. بصوا بقى. فاهم؟ خطير. ده سعره تخيلوا كام؟ قولي. 5. ايوه، 5 جنيه بس. فهو يا جماعه كل حاجه فيه حلوه 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 حلوه. بس كده، ده كان الريفيو النهارده. يا رب يكون عجبكم، ونشوفكم على خير الريفيو الجاي. باي باي. باي باي. احنا بقى ناكل ايس كريم.